اليوم باش نهزوك من مصر لطنطا. طنطا عاصمة المحافظة الغربية وخامس مدينة مصرية في عدد السكان. طنطا موجودة في شمال القاهرة، تبعد عليها 94 كيلومتر، وفي جنوب شرق الإسكندرية وتبعد عليها 130 كيلومتر. معناها قريبة برشا الزوز أكبر مدن في مصر، وموقعها في دلتا النيل عمل منها أكبر قطب متاع زراعة قطن وأهم مركز متاع نسيج في البلاد. اسمعني اسمع يا ولد، تلاقيني بحكي عن بلد، اوعى تقول لي فين، اوعى تقول لي فين، ولا مهم المكان ولا مهم الزمان، ولا كيف وامتى وفين، ولا كيف وامتى وفين. اهي زي كل البلاد وعبادها نفس العباد. اصحوا يا مستمعين، اصحوا يا مستمعين. طنطا ديما تحفل آخر أكتوبر وقت موسم الحصاد متاع القطن، كما يقولوا غادي جمع المحصول، وقرابة الزوز ملايين عباد يجيوها من كل بلاصة بالذمة باش يشاركوا في احتفالات مولد السيد أحمد البدوي. مولانا مولانا السيد أحمد البدوي هذا من متصوفة الكبار، تولد في فاس في المغرب ومات عام 1276 في طنطا، وبناولوا مقام كبير يحفل آخر جمعة في أكتوبر من كل عام. الدنيا تولي شي آخر، سوق فيه كل شيء، مناج وذراجح، سيرك وخيم وفرجة، متبل للذكرى الصعيدية والناي، للمسرح والشتيح والرديح على 1:30، والسيد أحمد بدوي يذيع في وسط الشيخات والرياقات والجو. احنا علاش نطولوا لكم في المقدمات؟ وش مهزنا لطنطا؟ اللي هزنا لطنطا امرأة، اما ماهيش كي كل نساء. المرأة هذه اسمها صباح، ماهيش متاع الو بيروت والا اكلك منين يا بط. صباح هذه من نوع اخر، تغني بالترودي وتشتح على طرب وفلس. هيا نشوفوا مع بعضنا حكايتها. يا أرض يا طيبة ملا الوجود خيرك. صباح كانت تعيش في قرية فلاحية في دواير طنطا، جدعة وخدامة، تعطي الفرض وتخدم الأرض كما يقولوا، والناس الكل في هكا القرية يشهدوا لها بالسيرة وحسن السلوك. من الصباح تقصد ربي بنصحتها ويتبعوها نساء الآخرين للغيط، وتولي خدمة وغناء حتى تطل عليهم العشية. صباح ما كانتش كيف النساء الكل، كانت أشب منهم برشا، ويمكن كان طاح بها مخرج ولا منتج بتاع سينما راهو عمل منها قنبلة من قنابل الشاشة وصور بها برشا فلوس. حتى في القرية اللي تعيش فيها كانوا يقولوا حرام هاليدين يشدوا المسح، كارها فنانة والناس تخدم فيها. صباح كانت مزيانة وتحلى في العين وزيد عاقلة، وحد ما لاحظ عليها حاجة خارجة على الموضوع، وبالطبيعة الرجال الكل في القرية هذيك كانوا يتمناوا يعرسوا بها، بخلاف اللي يحبوا على حاجة أخرى، هذوك ما عاد تغلط. ولو كان ما جا شريف محافظ وانتم ما عندكم فكرة على مفهوم الشرف في الصعيد المصري، راهي حياتها مرارة من المرج والهرسلة. الحاصل ما قال صباح أنها تعرس، وفي نهاية الأمر تاحت في عائلة هباب في مصر. الكلمة هذه معناها عائلة زبالة ما تجي شيء، واحنا ماناش باش نبدلوا اللهجة، لا، اعطيناكم فقط اسم العائلة اللي ناسبتها، هباب أو الهباب باش نلطفوها. صباح تتسمى عرسة كبيرة، كي جاو خطبوها في ماي 2012 كان عمرها فوق 25 سنة، والسيد اللي خذاته من عائلة هباب متربي في القطن، أما مش كما تفهموها، معناها فلاح بن فلاح، يزرع في القطن بو على الجد، وعندهم ما شاء الله فدادين. معناها صباح ما خذاتش اللي يجي، على خاطرها هي زادة ماهيش اللي يجي، اخذات مزارع، عائلته هباب صحيح أما عندها الأراضي. السيد اللي خذاته اسمه جمعة وعمره وقتها 33 سنة، فرح بها فرحت بيه، واللي عنده ما عند حد. تزرع وتقلع في الغطوة يا رجالي، وتعاود تاني العجينه وغسيل مراه وعليها الكلام،
تخدم الفلاحة خير من الراجل، لاهية بدارها برواجلها وزيد متكلفة بالشايب والعزوزة. بو أم سي جمعة هذا تطيب لهم تنظف لهم وما تخليهم ناقصين في شيء. ايش خير منها المرأة هذه؟ يا ناعما رقدت جفون يا ناعما رقدت جفونه كما قال عبد الوهاب. العشرة ما بين سي جمعة وصباح دامت عامين، وتنقل لكم كيفاش وفات. عامين أمورهم 5 على 5 كالزيت فوق الماء. عمك جمعة ما تسألوش يبدأ يفيش كالسردوق قدام الشياشة والحشاشة. شكون عنده مرا كيفي زين وعين وذرعان متاع جدعان، ومع أم وبوه فرحانين بها ولاو يحبوها أكثر حتى من صغارهم. جمعة ولا مش متهني برك فات لهنا بزوز محطات. وفي العامين اللي عاشهم سي جمعة مع صباح جاب زوز صغار، معناها وحيد في العام. قانون الحاكم في مصر اللي تعرفوه شعب جياب في الصغار بطبيعة الحال. يقول القايل علاش العشرة ما دامت كان عامين؟ زعما في ساعة بربزت وطلقوا معهما في مصر تلاقهم سهل من كار ومية؟ لا، اللي صار ما كانش في الحسبان، حاجة ربي قضاء وقدر. نهار على الفجر في 2014 بالتحديد يسمعوا في العيطة قامت سياح ونديب ونهار صعيب. سي جمعة الدوام لله. صباح قامت على الصباح وهو ما قامش، هز ربي متاعه. الموت عند الفلاحة في قرية كما اللي نحكيو عليها إذا ما هيش بفاعل فاعل ما يجيبوش لا طبيب ولا واحد باش يعطيهم شهادة في أسباب الموت ولا يطالبوا بإذن في الدفن. عندهم إكرام الميت يدفنه، ما يبطاوش به في سعيد فنو. إكرام الميت دفن الروح وطلعت لربنا وتجد تنبت الأرض وترجع لها. صباح لبست الكحل ودخلت في صف الهجاجل اللي يعطفوا عليهم ويراعيوا ظروفهم. هي دوب ما تعدى العزاء شمرت على ذرعانها ورجعت تخدم في الأرض وكصغيرات في كلفتها، ومعاهم زادة كيف العادة الشايب والعزوزة اللي قعدت لاهية بيهم كيما وقت اللي كان راجلها جمعة حي. في القرية العباد بطبيعة قعدوا باهتين ومهمش مصدقين أنه جمعة اللي سقف بيدو معصرة وعمره ما مرض في حياته حتى بقريب ويضربوا به المثل في الجناشة وصحة البدن يموت هكاك. أما في الآخر حاجة ربي ساعته حضرت وما تعرفاش عند شكون. هكا كانوا يقولوا باش يستوعبوا هالموتة المفاجأة. الراجل مازال ما غرقش 35 سنة. جمعة هذا كان عنده خوه أصغر منه اسمه صبحي عمره 25 سنة فلاح كيف خوه. قال المالي ماشي للسدرة، الزيتونة أولى بيه، على أساس أنه صباح هي الماء وهو الزيتونة. قال لعائلته علاش ما ناخذاش، مرت خويا وحلال عليا بعد موتو. عائلة الهباب هذه ما كانش عندها مانع، قالوا عالظالين أمين واللي فيه الخير ربي تمم فيه. استناو حتى تفوت العدة وكي تشالت العدة عرسوا. وهيك الشايب والعزوزة فرحانين لأنه صباح باش تقعد معاهم وتخدمهم كما قبل. باش ما نطولش عليكم ما دارش العام وسي صبحي خو سي جمعة الهباب اتعدى كي خوه الدنيا للآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طفل عمره 25 سنة يموت ساعة هو بداية تبارك الله عليه وما عنده حتى مرض. بون حاجة ربي ساعته حضرت. صباح باش تتهجل المرة الثانية وفي أقل من 3 سنين. وفي القرية كيف الحديث على هالصاعقة اللي هبطت مرة أخرى على العائلة وقصفتها في ولد داخر في تومكو وعز شبابه. شنو اللي صادهم؟ الجماعة ولاو يحكيوا على لعنة فرد مرة ضربت عائلة الهباب اون ماليديكسيون، وبدات السنات تغزل في الحديث وبدا الخيال يخدم على أسباب ومسببات الموت. أما حد ما طلب أنه طبيب يجي يعاين الجثة باش على الأقل يقولوا سي صبحي هذا باش مات. المسألة عند الناس في القرية هذيك مسألة قضاء وقدر، إكرام الميت يدفنه. دوام لله. ساعتكم مشكور. مات صبحي من غير ما يعدي 6 شهور كاملين مع صباح، وفي الأثناء يموت بوه. بون ما استغرب حد من الموتة هذه لأنه راجل كبير وكان مريض برشا. لكن المسألة ما هيش باش تقف على الحد هذا. في عائلة ما بقات فيها كان الأم المرأة كبيرة وولدها الثالث ومرته. الأمور باش تتواصل واللعنة باش تزيد كما كانوا يقولوا الفلاحة في هاك القرية.
ما دارش العام والعيطة عاودت قامت في القرية. اش ثم زادة المرة هذه العزوزة اتوكلت على ربي. هي زادة مرة كبيرة ومريضة، وصباح كانت لاهية بها وما قصرتش، هذاك عمرها، الله يرحمها وينعمها ويرحم جميع المؤمنين. اتدفنتك العزوزة كما تدفن شيبها ولادها الزوز جمعة وصبحي، والحكاية اتحطت على حساب القضاء والقدر. أما الخوف ولا من اللعنة هذه كانت تتنقل من عائلة الهباب بعد ما تنتيهم الكل وين باش تمشي. تقريبا بديتوا تطلعوا في الداكزة وتفهموا أنه صباح هذه ما تنجمش تكون عاتبة أكاهو وفال خايب على العائلة اللي ناسبتها كما كانوا يتصوروا الفلاحة اللي ولاو حاطين مأساة عائلة الهباب على كتاف صباح. لكن حد ما كان يشك أنها هي سبب المأساة. كيفاش؟ نرجعوا الفيلم بالتوالي ونشوفوا شنو اللي صار بالضبط. الناس على نياتهم وعلى الفطرة كما يقولوا، ما ينجموش يتصوروا أنه امرأة في عمر صباح خدامة ومزيانة وعندها القبول وكانت تجري في حظوظ حماتها وحموها تنجم تكون مجرمة وتقتل اللي دايرين بها الكل ببرود الدم من غير ما حد يفيق بها أو يشك فيها أو يتهمها. مرأة كما هذه بيرها غارق وتعرف تخطط وتستنبط الشر وتنفذ من غير حتى أدنى قلق وشعور بالذنب. والنوع هذا من المجرمات هو اللي تنطبق عليهم صفة الأرملة السوداء، لا فوف نوار، اللي علماء الإجرام ينعتوا بها نساء القاتلات. وصباح خلاف القدرة الجهنمية اللي كانت عندها في القتل كانوا الدوافع متاعها كبار برشا. وباش ما نشوقكمش أكثر قتلت أفراد العائلة هذه من أجل الإرث باش تورث، والحل الوحيد بالطبيعة أنها تتكسل عليهم الكل باش تبقى هي ولادها. ملعونة دنيا دنيا الدم بقى فيها مية. لكن كيفاش قتلتهم؟ أشنية أسهل طريقة ما تخليش أثار وما تجيبش الشك، خاصة عند فلاح على نياتهم وما يطالبوش بمعاينة الجثة أو تشريحها. أسهل طريقة هي السم حاشاكم، والنوع اللي استعملته الزرنيخ، معناها لارسونيك، من أقوى أنواع السم اللي ما يخلي فرصة لحتى حد. ما نجموا نراجعوا شريط الأحداث إلا ما نتعرفوا على شخص عنده أهميته في القضية، لأنه شريك صباح في كل ما عملته. السيد هذا اسمه أحمد، مش أحمد بدوي متاع الشيخات والرياقات، هذا قتال القملة كما يقولوها، معناها السند اللوجستي متاع صباح. يكفي أن نعرفوا أنه هو المزود متاعها في الزرنيخ اللي خليونا نسميوه أرسونيك. والأرسونيك ما هو سهل باش واحد يدبره، جربوا امشيوا الفارماسي وطلبوه. لكن السم هذا يقع استعماله بكميات صغيرة برشا في عدة تحضيرات طبية وأدوية، وموجود زادة في قلوب التفاح بكميات طفيفة، معناها باش تسمم واحد يلزمك تحضر ثانية متاع تفاح في سبيبة وتوكل المحصول متاعها 10 سنين للي تحب تسمه. وشوف أحمد هذا كان يجيب الصباح في الأرسونيك صافي و100%، ماهوش مضروب ولا مضرح، إفيكاس ومفعوله مضمون. وسيد أحمد هذا شكونه؟ ولد خالد صباح، خالتها شقيقة أمها اللي ما يعرفها حتى حد بطبيعة الحال في القرية. كان عادي يدخل ويخرج على دار الهباب، يطل على بنت خالته، ياكل ويشرب نورمال ويفرحوا بيه وحد ما يشك فيه. معناها حتى حد ما كان يعرف أنه أحمد هذا لا هو ولد خالتها لا هو ولد عمتها ولا يكون منها من أصله، كان بكل بساطة العشيق متاعها من قبل ما تاخو جمعة. هاوكا توا بدات تولي عندكم فكرة على صباح وعلى قدرتها على التخطيط واستنباط الشر بكل دم بارد وبكل ثقة وبكل ثبات. كيفاش كانت صباح تقتل الضحايا متاعها؟ سهل برشا، كانت في كل وجبة متاع ماكلة تحط لهم قطيرة زرنيخ، قطيرة في الصباح وقطيرة في العشية وبرشا صبر. في أشرة السيد وإلى المرأة اللي اعطاتهم السم لارسونيك الدوام لله. الطريقة هذه ما استمتتهاش صباح، موجودة من قبل. برشا قاموا بتسميم ناس أخرين بسيستم القطرة متاع لارسونيك، على أساس أنه صعيب معرفة حالة التسمم إلا بعد تشريح وتحاليل كبيرة. والطريقة هذه موجودة حتى في بعض كتابات أدباء، منهم الفرنسي فرانسوا مورياك اللي حكى في رواية تيغيز ديسكيرو على امرأة حبت تقتل رجلها باللارسونيك، واللي هو زاد كان فلاح لكن الدوافع أخرى. نرجع لسيد أحمد وصباح اللي كانوا عشيقين، وزيديني عشقا زيديني، خاصة أنه فلاح المساكن ما فاقوا بحتى شيء والماء يلعب تحت ساقيهم. عاوز امسي على العروس ومساك لسه يا بنت،
لسه. والعلاقات الحميمية المجنونة في دار جمعة الهباب ما بين أحمد وصباح ما فكتش وما قصتش من قبل ما تعرس. المرحوم جمعة وقتها تبدأ رابخة في داره وهو يغني في الغيط محلاها عيشة الفلاح. محلاها عيشة الفلاح مطمن قلبه مرتاح. الفكرة جات لأحمد وصباح نهار وهما يحسبوا في الأملاك، معناها في الأراضي متاع عائلة الهباب. قال لها تورث؟ قالت له نورث. من الأول كانت طامعة في باي راجلها برك. أحمد قال لها نقتلوا الشايب والعزوزة، تي هما كبار في العمر ومرضى، اشكون باش يفيق، ومن بعد نتلهاو بجمعة، وهكاكا بعد ما يورث انت تورث، ومن بعد كي ساهر ربي ناخذوا بعضنا، انت مو في بالهم بيك بنت خالتي وانا ولد خالك. صباح مراه خبيثة لدرجة أبعد من الحدود، قالت له لا تحب تورث كل شيء، وباش تبدأ بجمعة ومن بعد بخوه وتكمل العزوزة والشايب، والخو الثالث هو مرته تشوف لهم صرفة. عشيقة أحمد قال لها هو مشروع كامل هذا، لكن بما أنه طمع هززهم وما عندهمش مشكلة متاع وقت، بما أنه علاقتهم موجودة وفي دار جمعة عبيده، اتفقوا باش يتعداوا للتنفيذ، والمخطط باش يظهر لكم ربما طموح أكثر من اللازم، ومتاع واحد عنده برشا ثقة في إمكانياته وفي الطيبة والنية متاع الناس الآخرين. في نهاية الأمر المسألة دامت بالضبط أقل من 4 سنين. جمعة تسهل في عوايمين، خوه في 6 أشهر، أمهم عوايم من بعد، والحاجة اللي زادت عاونت صباح معناها نقصت عليها التعب. الشايب مات موتة ربي، لا زرنيخ ولا هم يحزنون. شكون اللي قعد الخو ومرته اللي بعد ما فرغت الدار جاوا يسكنوا بحذا صباح باش ما يخليوهاش وحدها هي وبنتها وولدها، يعني شاد وأحمد على اسم عشيقة. الحكاية زادت سهالت أكثر وأكثر. خو راجلها ومرته جاوها بيديهم للدار، حاجة ما كانتش تحلم بها، وباش يرجع الزرنيخ خدام، وإذا تسهلوا هما ما نعرفش قداش من الفدان باش يوليو ملك صباح وحدها براسها، ومعها بطبيعة الحال عشيقها الولان سيد أحمد. هذا إذا كان ما عملتلوش يتزرنيخها باهية ورزاته في راسه باش تقعد وحدها كالفاف نوار. سيد أحمد صحيح باش يترجى في علاقته الحميمية مع صباح بما أنه سلفة ولا يسكن معها في الدار، أما ماهوش مشكل بما أنه الخطة ماشي على أحسن ما يرام. رجع كما قلنا الزرنيخ أو الأرسونيك خدام بالأساس مع مرت رمضان، خو جمعة وصبحي وسلف صباح. مرت رمضان اللي هو آخر العنقود في عائلة الهباب حبلت وجابت ولد سماوها يوسف، لكن الحالة الصحية متاع الأم ما كانتش تعجب بالكل، والطبة لاحظوا عليها ضعف بدني كبير وشبه فقدان للمناعة، لكن الصغير تولد لاباس. هي بعد 10 أيام بالضبط من الولادة توفات. تشريح الجثة باش يثبت من بعد أنه ما ماتتش فقط بالأرسونيك أما بالخنق، يعني أنه صباح كيف طالت عليها المدة دورتها خنق. ما هم يقولوا آخر الطب الكي، ومع هي بدأت تقرب من هدف متاعها ما عادش عندها صبر. الصبر بالطبيعة يزيد ينقص وتولي الغاية تبرر الوسيلة. الموتة متاع مرت رمضان ما هيش باش تتهضم بسهولة. المرة هذه الفلاحة وسكان القرية ما عادش باش يحكيوا على لعنة وإلا على عتبة وما شابه ذلك من المعتقدات، باش يفهموا أنه الحكاية فيها واو، وحتى لو كان قعدوا هالمدة الكل باش فاقوا، المهم أنهم فاقوا، وعنصر النية والتيبة ماهوش باش يلعب دور كما في كل مرة. الدور موعودة يلي عليك الدور. قبل ما نحكيو لكم كيفاش وفات قصة صباح هذه ومعشوقها سيد أحمد مولا الزرنيخ، هات نذكروكم بجرايم صاروا في أول القرن العشرين في حي من أحياء الإسكندرية على يدين زوز مجرمات أشهر من نار على علم، هما ريا وسكينة، اللي حيروا الشرطة وقتها وحد ما جاب لهم 2. تعرفوش شكون اللي باع ريا وسكينة؟ بنية صغيرة عمرها أقل من 10 سنين واسمها بديعة. شكوني بديعة هذه؟ بكل بساطة بديعة هي بنت ريا اللي بعثت أمها وخالتها للمشنقة وحكات للشرطة على جرايمهم الكل. علاش ما تقولش التاريخ يعيد نفسه؟ وبنت صباح اللي اسمها شهد وتقريبا في نفس عمر بديعة بنت ريا حكات بالباء والتاء اللي صار المرت عمها اللي ماتت بعد ولادة يوسف، حكات على اللي شفته من بعيد وعلى اللي سمعته. بالطبيعة شهد ما كانتش تعرف اللي ماماتها وابوها وعمها ماتوا بنفس الطريقة، حكات على اللي راته فهمته
وخاصة على الحديث اللي كان يصير ما بين صباح وأحمد، وحتى على العلاقة الحميمية اللي الطفلة فاقت بها. حجرة وتحت من الجبل، الحكاية هبطت كيف الصاعقة على مالي هكا القرية اللي عمرها ما شافت أكثر من خصومة ما بين جيران وإلا في عائلة. حتى حد ما كان يتصور اللي المرأة الشابة هذه واللي رجال يخزروا لها أكثر من مرة باش تطلع مجرمة، ومش أي مجرمة، من أمكر وأدهى المجرمات اللي عرفوهم، واللي قادرة أنها تخطط بطريقة جهنمية وتوصل للغاية متاعها. والأدهى والأمر أنها كانت معملة باش تقتل عائلة كاملة باش تورثها. الشرطة شنو اللي عملت باش تثبت أنه صباح هي مولاة العمايل الكل؟ بالطبيعة يلزمها تعاود تخرج الجثث متاع الموتى وتشرحهم باش تعرف سبب الموت، على خاطر صباح نكرت ما حبش تقول حتى شيء، لا هي ولا سيد أحمد متاعها. وحتى لو كان قامت باعترافات يلزم تشريح الجثث وإثبات الطريقة اللي ماتوا بها. بالطبيعة قرار متاع إخراج جثث في قرية متاع فلاحة محافظين ما هو سهل كما نتصور، لكن الناس ضغطوا على رمضان ومعهم المحققين باش يسمح لهم انهم يخرجوا الجثث متاع ام وابوه واخواته الزوز، قوموا عاو صبحي ومعهم جثة مرته، ما عدا ابوه اللي اقر الطبيب الشرعي انه مات موتة طبيعية. الاخرين الكل توفاو بمفعول الزرنيخ الارسونيك، ومرت رمضان بخلاف الارسونيك ماتت مخنوقة. هذا ما وصلت له الابحاث، واللي من بعد ما نجمت صباح تنكر لا هي ولا عشيقة. صباح اللي مشات على خطى ريا وسكينة وفي الاخر بعتها بنتها كيما بديعة باعت امها ريا، رصت لها في الحبس غادي باش تعدي بقية عمرها. تحمد ربي اللي القاضي ما احالش اوراقها على المفتي. اما احمد عشيقها مولا الزرنيخ تحكم عليه